السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يلا نبتدي بخطوة جديدة وبفكرة جديدة. بطاطس مهروسة، جبت كيلو بطاطس مسلوقة أو مهروسة، ونزلت عليها بتوابل فراخ من عند العطار، توابل حلوة كده، وانزل كده على البطاطس بيها. معايا كوباية من الدقيق ومعلقتين من النشا، تمام كده، ونقلبهم كده كويس مع بعض. نجيب بقى معلقتين من النشا ونحطهم عليهم كده. بصوا البطاطس دي والطريقة دي حلوة قوي، وطريقة جديدة وفكرة جديدة، وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، وعايزة كل الفيديوهات كل الناس تشوفها، شاركوها وخلوا كل الناس تشوفها وتستفاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله كده. نعجنهم كده كويس زي ما انتم شايفين مع بعضهم، وطبعا نحط عليهم معلقتين زيت علشان نلم العجينة كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي كده اتعجنت ونعمت قوي. طبعا انا هرس البطاطس بالهراسة عشان تنعم معايا كويس، واهم حاجة واهم خطوة نهرس البطاطس وهي سخنة، ما يكونش برد علشان تتهرس معايا بسهولة. تمام كده. هنجيب بقى كده طبق فيه شوية زيت، ونجيب معلقة من الكركم مع معلقة من بهارات الفراخ اللي انا وريتها لكم او توابل الفراخ، ونحطهم كده مع بعضهم ونقلبهم في الزيت كويس. دي كده معلقة من الكركم مع معلقة من توابل الفراخ، ونقلبهم حلو في الزيت كده زي ما انتم شايفين. ندوبهم كده كويس. شايفين القوام بتاعها. هنبتدي بقى نكور العجينة كده حلو، كور صغيرة، يعني كورة كده بحجم الليمونة كده، يعني مش كبيرة قوي. بسم الله. انا بجيب لكم ابسط حاجة واسهل حاجة وحاجة بسيطة قوي وحاجة سهلة طبعا على قد كل امكانيات الناس، ويا رب الحاجات اللي انا بقدمها دي تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجيب بقى ابتدي كده اجيب شوية زيت كده في ايدي من اللي انا عاملاه، من الخلطة اللي انا عاملاها دي، واكور البطاطسية عشان ما تلزقش معايا. وبعد كده هحط الكورة في قلب التوابل اللي انتوا شايفينها دي زي ما انتوا شفتوا كده، تمام كده. واخليها كده ايه، يعني تشرب من التوابل والزيت كده كويس. وابتدي بقى اكور كل العجينة واعملها كور زي ما انتوا شايفين. بصوا بتشرب كده من التوابل كده، بصوا ما شاء الله، يعني يبقى لونها حلو قوي. إيه، عاملة زي المقبلات الهندي كده، لونها جميل، كركم مخلي لونها حلو قوي. بصوا بقى هجيب المصفى اللي انا بصفي بيها البطاطس، المصفى اللي هي موجودة عندك في المطبخ، واقوم مديالها الشكل الجميل كده. انزل على الكرة كده بالمصفى، مش هبططها ولا حاجة، انا هنزل عليها كده اكبسها كده بالراحة خالص زي ما انتوا شايفين. بصوا الشكل الجميل ده. طبعا اكون مسخنة زيت، وهدي النار شوية، ما يكونش النار عالية قوي عشان البطاطس طبعا مش عايزة نار عالية. هنزل بقى بالبطاطس في الزيت كده. بسم الله. تاخد لون بقى حلو معايا. يا جماعة الطريقة سهلة وبسيطة جدا، وانتوا يا بنات اتعلموا الطرق ديت. إيه طبعا تبقوا قاعدين سهرانين بالليل عايزين حاجة تسلية، حاجة كده يعني وقت الجوع، في حاجة بسيطة وسهلة خالص هتقومي تعمليها ومش هتبقى صعبة عليكي. بصوا بقى الحلاوة بتنفش بقى في الزيت كده، بتبدأ تنفش زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال. بسم الله ما شاء الله. بصوا واخدة اللون الذهبي الجميل، يعني حلوة قوي، الريحة طالعة حلوة قوي، التوابل مخليها ريحة حلوة كده. وعلى فكرة انا مش اول مرة اعملها، انا كنت بعملها على طول لبناتي، بس انا حبيت اجربها قدامكم واوريكم الطريقة دي. هي حلوة قوي، انا عملتها قبل كده وكانت طعمها حلو وكانت بتعجبهم. بسم الله ما شاء الله. بصوا خدت بقى اللون الجميل ده كده. طبعا هي نشفت كده وبقت حلوة مقرمشة. بصوا الجمال. ما تنسوش بقى اللايك والشير، لان انا يعني عايزه تفاعلات كتير، وعايزاكم اي وصفه انتوا حابينها واي حاجه عجبتكم ابعتولي في التعليق وانا هرد عليكم. ويا رب كل حاجه بتعجبكم. يعني طبعا انتوا اللي بتدعموني، وطبعا دعمكم ليا ده اللي بيشجعني ان انا اكمل. والله يعني انا بحبكم جدا. وشايفين الجمال. بصوا البطاطس شكلها عامل ازاي، وعلى فكره ناشفه كده ومقرمشه وحلوه. طبعا اغرقها كده في الكاتشب.
بتدي طعم حلو قوي مع الكاتشب كده، بتدي طعم جميل. طبعا كل واحد برضو حسب ذوقه، عايزاه مع كاتشب، عايزاه مع مايونيز، زي ما انت عايزه. وبرضو بتمشي مع التوميه برضو زي ما انتوا عايزين. هعملها قدامكم مره، هعمل لكم طريقه الكاتشب مره وطريقه التوميه. كل الحاجات دي هعملها قدامكم وهوريها لكم، وحاجات حلوه قوي تعجبكم. وانا بيكم دايما يا رب كده، يا رب دايما كده. يعني عايزه كده تعليقات حلوه، وعايزه الشير واللايك، وعايزه كل الفيديوهات كل الناس تشوفها، شاركوها وكل الناس تشوفها وتستفاد. بصوا الجمال، والله الطعم حلو قوي وهيعجبكم. شايفين الحلاوه؟ طبعا رشه بقى كزبره كده على الوش،